من هو بائع الوطن؟ ألقى الرئيس المتناقض للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني كلمة له خلال التجمع الانتخابي لحزبه، فكان يؤدي حركات جنونية كمغفل تيك توكر أبله، خلا فحوى خطابه عن أي برامج أو مشاريع تنموية اجتماعية اقتصادية للاتحاد الوطني. القوة الوحيدة التي استهدفها بافل طالباني خلال خطابه كانت الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما كان وعده الوحيد هو الإطاحة بالديمقراطي الكردستاني. فكرة مشروع الإطاحة بالحزب الديمقراطي الكردستاني وإسقاطه ليست فكرة بافل طالباني، ففي هذا المشروع السحيق عرض جده إبراهيم أحمد نفس الوعد للحكومة العراقية والحكومة الإيرانية بل وحتى بريطانيا، لكنه بالطبع لم يفلح. هذه المعضلة التاريخية لا طائل تحتها ولا حاجة إلى إطالة الحديث عنها، فبافل طالباني ألقى خطابه أمام أقدام العمال الكردستاني بككا كحمقى تيك توك وكثور هاج يرفس ويناطح هذا وذاك. من جانبها لم تتأخر صحافة بككا أبدا، فتلقفت صحيفة ينياشم التابعة لبككا والتي تصدر في تركيا والمسؤولة فقط عن الدعاية الكاذبة ضد الديمقراطي الكردستاني، تلقفت عبارات بافل طالباني حول الديمقراطي الكردستاني على وجه السرعة، وجعلت منها عنوانا عريضا على صفحتها: سنعيد بائعي الوطن إلى البيت. فتلقفت عباراته بحفاوة وكررتها بفرح بالغ. لكن هناك ما يسمى بالوقاحة، وهي موجودة في السياسة أيضا. هناك مثل فرنسي يقول: إذا لم تسمي اللص لصا فإنه سيأتي ويعلمك دروسا أخلاقية، وهذا ما يحدث في شخص بككا والاتحاد الوطني. فمحور الحزبين هي الجبهة البائعة للأرض والوطن والأمة والذات، ويزدادان وقاحة وتعجرفا يوما بعد يوم، وذلك لعدم وجود من يقف في وجههم ويبصق عليهم قائلا لهم: أنتم خونة، أنتم بائعو الأرض والوطن والشعب بل وكل ما هو مقدس. كلتا القوتين بائعتان للأرض والوطن والشعب بل وحتى الذات. لا نقول هذا بسبب رفسات الثور الهائج الأحمق الآن، بل نقول ذلك بأدلة ووثائق تاريخية لا تنكر. فلا يوجد شبر أرض باعه الديمقراطي الكردستاني للعدو، وكل شبر من أراضي إقليم كردستان تم بيعه إما باعه الاتحاد الوطني أو بككا. فبيع كركوك كان الاتحاد وبككا متوارطين فيه، بل من باع كركوك هو بافل طالباني نفسه. فعندما تمت صفقة بيع كركوك خرج بافل طالباني على شاشة التلفزيون وقال بلا خجل: لست أنا وحدي، بل كافة قيادة الاتحاد الوطني وقعت على وثيقة بيع كركوك. كما قام بافل بتسليم جرميان وخناقين سرا إلى إيران والحشد الشعبي. أما بالحديث عن بيع الأرض والوطن بالنسبة لبككا فحدث ولا حرج، فقائمة أسماء الجبال والوديان والأراضي التي باعها الحزب ستمتد من هذا الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذا المقال إلى جزيرة إمرالي. فبككا وراء احتلال كافة المناطق المحتلة من أراضي إقليم كردستان من قبل الأتراك، ولم يكن الديمقراطي الكردستاني متواجدا في أي منطقة احتلتها تركيا. حاول الديمقراطي الكردستاني منع سقوط قمة متينة في أيدي الأتراك بالروح والدم، لكن بككا أوقع 5 شهداء في صفوف بيشمركة كردستان، والآن لم يعد هناك قمة بيد الكرد سوى القمم التي صانها بيشمركة كردستان وحماها بدمائهم. فباع بككا إقليم كردستان لتركيا، باع بككا نيروا ريكان لتركيا، باع برواري بالا لتركيا، باع متينة، كما باع حفتانين، خانتور، زاب، زاغروس، أفاشين وخواكورك. بككا باع روش آفا كردستان. تم بيع عفرين، سيريكاني وجريسبي من قبل بككا بناء على تعليمات إمرالي. عام 92 أعلن المرحوم وكيل مصطفى عن جمهورية كردستان الحمراء، لكن أجالا باعها أيضا للأرمن. فتحدث المرحوم مصطفى للصحافة عن قصة بيع أجالا لكردستان الحمراء بعيون مليئة بالدموع. من ناحية أخرى نقول للعاملين في إعلام بككا الموجودين في أوروبا والذين لا يمكنهم العيش يوما في كردستان، والعاملين في الصحافة المشتركة لبككا والمخابرات التركية ميت أمثال المحرر ينياشم، إن تصريحات وهلوسات بافل لا تعتبر أدلة على بيع الوطن. فما هو بيع الأرض والوطن قد حددناه عليه وبالأدلة، وبالأخص البككيين الآبوتشين المحطمين للأرقام القياسية للوقاحة والجهل. فلو كان لديهم أدنى خجل لنظروا إلى صورة أجالا لدى البحث عن الخيانة والخونة، لأنه خلال 100 عام الأخيرة من تاريخ الكرد
لم يحدث أن قال رئيسنا وزعيم كردي للأعداء المستعمرين: أنا خادمكم من كل قلبي وروحي وأمي تركيا. فعندما تم القبض عليه تاجر بكل ما لديه: الأرض، الوطن، الحزب، الجريلة، الشهداء والوطنيين المخلصين، وباعهم جميعا وتحول إلى قومي تركي مخلص. فأوجلان ليس سوى خائنا صنعه المستعمرون وعظموه في أعين الكرد منذ سبعينيات القرن الماضي. فالاتحاد الوطني وبكك تنظيمان وصلا خيانتهما من القرن العشرين للقرن الحادي والعشرين. طوال تاريخهما لم يبقى الحزبان أبدا بدون دعم المستعمرين الغزاة. الحزبان ليس فقط بائع الأرض والوطن والشعب، بل هما قتلة الكرد أيضا. فخلال تاريخه المغزي لم يقتل الاتحاد الوطني من الأعداء ربع ما قتله من الكرد، بدءا من حزب كادح كردستان وانتهاء بأحزاب وحركات رجهلات وإقليم كردستان. كان الاتحاد غارقا في الاقتتال الأخوي والحرب الداخلية. ففي جبال قنديل مزقوا أجساد أعضاء الحزب الشيوعي الكردي بالفؤوس والمناجل. بينما لم يقتل بكك طوال تاريخه الحافل بالخزي أي كادر أو بيروقراطي للدولة التركية، لكنه قتل الآلاف من أعضاء التنظيمات الكردية والقادة الكرد أمثال فريد أوزون، وقتل داخل التنظيم الآلاف من القادة والمقاتلين أمثال سمير، ناصر، محمد شنال، جولان وفايق، كما قتل الآلاف من أطفال الكرد الأبرياء. الخطأ الوحيد للديمقراطي الكردستاني هو ليكن الإحسان من جانبه. لا ينبغي أن يتشتت الكرد وينقسم أكثر، هكذا لن يتم الرد على هذين الحزبين الخائنين، ولا يتم فضح سجلهما الخياني القذر. كما أن هذا ما جعل هذين الحزبين المرتزقين عديمي الحياء يتماديان في خياناتهما ويتحدا في مواجهة الديمقراطي الكردستاني ويتطاولان عليه بتهم الخيانة وبيع الأرض والوطن.